كلمة لجمهورك بالعالم الغربي. يقبرني الله اللي خلقكم. وواحد يحبه حنان. حب وحنان. الشامي يضيء ألمانيا في أول حفل له برعاية لوكسوس مومنتس إيفنتس. سميتك سما على الرغم من كثافة ظهور الشامي على السوشيال ميديا إلا أن ذلك لم يؤثر سلبا على قيمته الفنية، بل هو المطلوب والمرغوب الأول عند جمهوره. بعتقد انه كل فرس له خيال، هيك بيقولوا. انا من الناس يلي ظهروا على السوشيال ميديا، انا من جيل السوشيال ميديا، انا ربيت على السوشيال ميديا، فانا هذا ارضي وملعبي ومكاني، ما له شيء حديث عم بتعامل معه. انا وعيت لاتعامل مع هاي الاشياء، انا من هذا الجيل، انا من هذا العصر، فلهيك في سلاسة بالتعامل مع هذا الجيل ومع ادوات الجيل اللي هو السوشيال ميديا. حلو كتير. طيب اليوم في كتير شباب بالجيل الجديد حابين يطلعوا يعملوا اشياء كبيرة، شو بتنصحهم وكيف فيهم يبلشوا؟ السوشيال ميديا سيف ذو حدين، يا اما شيء بيصنعك بطريقة كتير ايجابية، يا اما شيء بدمر سمعتك بطريقة كتير سلبية. فاستعين بالسوشيال ميديا لتعمل شيء منيح، لتعمل صورة حلوة واسم حلو وفن حلو وبتوصل. شو تحب توجه كلمة لجمهورك الكردي؟ بحترم اول شيء جمهور الكردي عندي جدا ضخم. بحترم هي القومية القوية والعريقة، وحب وحنان. الكردي هربش. التعاون الصحيح بين شركتي لوكسوس ومومنتس أدى لتحقيق نجاح مستدام، وهذا التعاون لم يعزز فقط الجودة، إنما ساهم في بناء ثقة قوية بين الجمهور والشركتين. طبعا اليوم بألمانيا أنت موجود مع لوكسوس إيفنت، كيف شفت البداية أو الخدمة بشكل عام؟ لا الحمد لله، الشباب كلياتهم محترفين وعرفانين شو عم يعملوا، وشي بيرفع الراس وبيبيض الوش قدام الثقافات الأخرى والجنسيات الأخرى. رئيس شركة لوكسوس إيفنت أيهم فراني، أهلا وسهلا فيك. اليوم ما شاء الله مكسر الدنيا، يعني من وائل كفوري لناصر زيتون رحمة رياض، اليوم من الشامي. شو سر هذا النجاح الفائق وبوقت كتير محدود؟ والله هو النجاح اول شيء طبعا اهلا وسهلا فيكم وبكل جمهورنا اللي برا هلا، جمهور الشامي وجمهور لوكسوس ايفنت. يعني هذا النجاح اكيد ما اجى من فراغ، ما اجى من عبث، اجى من تعب، اجى من اجتهاد على الشركه، دائما خطه زمنيه واضحه للمستقبل. اكيد التعامل نحن مع اصدقائنا ومع البارتنر اللي هن من الصف الاول، هذول اللي خلونا اكيد نتقدم بخطوات كتير سريعه هون باوروبا يعني، ونتمنى نكون هيك يعني عم نعطي شيء بصمه حلوه للجاليه العربيه باوروبا. حلو. وين رايحه شركه لوكسوس إيفنت؟ والله رايحة هلا هي أوروبيا ونتمنى نوصل للعالمية. عم نتوسع على الخط الأجنبي والخط يعني نقول الشرق أوسطي، يعني غير العربي. ممكن هلا في أجندة مع فنانين أتراك، مع فنانين من إيران، يعني عم نتوسع بدنا نقول بنوع من الكولتور فيست بسموه أو الكولتور إيفنت. ممكن بالمستقبل تعمل حفلة لفنان كردي؟ أكيد يعني إحنا منفتحين على كل الفن والثقافة وكل الفنانين. أكيد يعني متشرف نعمل لفنان كردي أو تركي أو إيراني، شيء بيربط الشرق الآسيوي تبعنا نحن، ونوصل الفكرة المجتمع تبعنا والموسيقى والفن تبعنا كمان للأوروبيين يعني. والله متشرف فيكم. طبعا إحنا أول مرة نتعامل مع بعض، وأنا كتير فرح وفخور بوجودكم أنتم هنا كمنصة حلوة راقية رائدة، وأكيد يعني صرتوا بارتنر مننا ونحن بارتنر منكم إن شاء الله. وطبعا في بيناتنا صداقة قديمة نحن بتجمعنا، السيد آلان.